إريتريا نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد. أوضحت وزارة الصحة أهمية دفن البرك وأماكن توالد البعوض ونظافة الأواني والأدوات لمكافحة حمى الشيكونغونيا التي عبرت إلى إريتريا من ولاية كسل السودانية. وفي التوضيح الذي أدلى به مدير مراقبة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور أرأيا برهاني في 3 أكتوبر الجاري لوكالة الأنباء الإريترية، قال إن المرض الذي ينتقل بين البشر عن طريق لدغات أنثى البعوض المعدية ويعرف بالسواحلية بحمى الشيكونغونيا وفركس محليا يسبب حمى وآلام مبرحة في مفاصل الأصابع والأكتاف واحمرار العيون وآلام عضلية والصداع والتقيؤ والتعب والطفح الجلدي، وغالبا ما يؤدي ألم المفاصل الناجم عن المرض إلى عجز كبير. وقد اجتاح المرض في الوقت الحالي ولايتي الشرق السودانيتين المتاخمة لإريتريا كسل والبحر الأحمر. وأفاد الدكتور أرأيا أنه وبعد أن يتعرض الشخص للزعات الباعوض تظهر عليه أعراض المرض عادة في غضون فترة تتراوح بين يومين أو أسبوعا واحدا، ولا يوجد علاج محدد بالأدوية المضادة لفيروسات مرض الشيكونغونيا، ويستهدف العلاج أساسا تخفيف حدة الأعراض بما فيها آلام المفاصل باستعمال مضادات الحمى وأفضل المسكنات والمهدئات حيث يشفى المريض تماما، كما أنه لا يوجد لقاح مسوق تجاريا ضد هذا المرض. وأشار الدكتور أرأيا إلى أن حمى الشيكونغونيا سجلت في ولاية كسل السودانية أكثر من 11,000 حالة إصابة وحوالي 1000 حالة إصابة في مدينة تسني، موضحا بأن وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها والمواطنين تسعى جاهدة لتعزيز معرفة المواطنين والخبراء الصحيين بالمرض، إضافة إلى رش مبيدات الحشرات للتخلص من البعوض وإبادة اليرقات غير البالغة، وكذلك تنظيم أنشطة نفير للنظافة العامة وغيرها من الأنشطة الفعالة. وتوصي وزارة الصحة المواطن للإسراع إلى المؤسسات الصحية في حال شعر بحمى لتشخيص مرضه. وفي حال أصيب بحمى الشيكونغونيا عليه أخذ فترة راحة وتناول الأدوية المهدئة والمسكنة التي قررها له الخبير الصحي. ولأغراض الحماية خلال اندلاع تفشي الشيكونغونيا ينصح بارتداء ملابس تقلل من أدنى حد من تعرض البشرة للسعات الباعوض الناقلة للمرض أثناء النهار. دشن حاكم إقليم القاشبرك السيد في السهاية هيلة في 30 سبتمبر المنصرم مشروع مياه الشرب الصالحة في ضاحية ملذناي بمديرية لقو عنسبة كلف تشييده 6 ملايين نقفة. ويشتمل المشروع الذي شيد بالتعاون بين المواطنين المقيمون في الداخل والمهجر ولجنة التصدي والتنمية للقيادة الغربية وغيرهم من الجهات الشريكة بئر بعمق 13 متر و4 نقاط توزيع مياه، وخزان يسع حوالي 250 برميل، ومد أنابيب مياه بطول 3.5 كيلومتر، وطاقة شمسية بقوة 4.8 كيلوواط. وأوضح رئيس لجنة التنمية الريفية في مراسم التدشين الأستاذ ميكائيل كبدي أن مدرسة عردة والمؤسسة الصحية والكنيسة يستفيدون من خدمات المشروع، إضافة إلى السكان مشيدا بالمساهمين لإنجاح المشروع. وأشاد السيد أبراهام حقوس مدير مديرية لقو عنسبة بالمبادرة مذكرا المواطنين لمنح الاهتمام الأكبر لقضية إدارة ورعاية المشروع. من جانبه ذكر حاكم الإقليم السيد في السهاية هيلي التعرف على الإشكاليات بغرض وضع الحلول المناسبة لها. وقال السكان إنهم كانوا يقطعون مسافات طويلة للحصول على مياه غير نقية، مشيدين بمشاركة ومساهمة وتنسيق كافة الجهات لإنجاح المشروع. هذا ويقطن ضاحية ملذناي 4500 نسمة. قال مدير المركز الوطني للتدريب المهني الأستاذ تسفاي تولدي أن الطالب الذي اكتسب مهن كفؤة وجيدة مهيأ في أي وقت لأي فرص عمل متاحة. جاء ذلك في ضمن اختيار الطلاب الدفعة 31 للخدمة الوطنية الذين سجلوا درجات تؤهلهم لدخول عدد من شعب معهد التدريب المهني بيساوى، مناشدا إياهم لتعويض الفرص المهدرة بالعمل المضاعف. وذكر الأستاذ تسفاي بأن مركز ساوى الوطني للتدريب المهني يدرس في 3 مراكز ب15 مجالا نظريا وتطبيقيا، وبما أن رغبة وميول الأشخاص تختلف لذلك ينبغي على الطلاب اختيار المجالات التي ينجزون
فيها دون التأثير بإرادة اختيار القرين والصديق، والقيام بعمل دؤوب وبذل جهود حثيثة من أجل التفوق وتحقيق الهدف المنشود. وقال الأستاذ سسفاي إن مصطلح مهني يعني امتلاك كفاءة عالية للمعرفة الأكاديمية بالقدرة والإبداع، داعيا الطلاب للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة لهم. من جهته أشار قائد مركز التدريب للخدمة الوطنية في ساوى العقيد دبساي جدي إلى تشييد معدات حديثة وعصرية مؤهلة للتدريس العصري، مناشدا الطلاب للعمل الدؤوب من أجل ضمان حياتهم المستقبلية باكتساب القدرات والمعرفة الجيدة. وتشتمل المجالات ال15 التي يقدمها المركز المهني على أعمال الحديد والنجارة وتركيب الأنابيب والحدادة والنجارة والبناء العام والكهرباء وصيانة الكمبيوتر وشبكة الإلكترونيات وصيانة الثلاجات والمكنة الزراعية والمسح والمسودات وعلم المحاسبة وعلوم السكرتارية. نظم في مدينة أفعبت لقاء لبحث وتعزيز عملية تنفيذ برامج العام الدراسي لهذا العام بعد إجراء تقييما دقيقا فيما يخص إيجابيات وتحديات العام الدراسي الماضي في مكاتب وزارة التعليم في مديريات أفعبت ونقفة وأدوبحة وقرورة. وذكر مسؤول مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان في اللقاء الذي انتظم في مدينة أفعبت أهمية وضع خطة عمل لتحسين الكفاءة التعليمية، وبما أن وزارة التعليم تسير أنشطة تساعد لإنجاز ذلك، يجب على المعلمين ومسؤولي المدارس القيام بالعمل الدؤوب لإنجاح تلك الأنشطة. وقدم المشاركون بدورهم آراء ومقترحات بناءة من ضمنها إجراء دراسة حول أهم أسباب مقاطعة الطلاب للتعليم والرسوب في امتحان الشهادة المتوسطة، وبحث آلية تعزيز تعليم اللغة الإنجليزية وغيرها من الآراء والتوصيات. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن فرع التعليم في الإقليم قدم دورة تأهيلية للمعلمين القادمين من مديريات أفعبت ونقفة وقرورة وأدوبحة. وأكد الدارسون نقل المعلومات الهامة والمساعدة التي اكتسبوها إلى أقرانهم عمليا. صرح سكان منطقة دق زرقو في مديرية لقو عنسبة بإقليم القاشبركة بأن أنشطة حفظ المياه وحماية التربة الجارية بتنسيق طاقاتهم تلعب دورا كبيرا في إثراء المياه الجوفية. أوضح السكان أنهم وبفضل تلك الأعمال الفعالة تم حفر آبار وتشييد معدات تعمل بالطاقة الشمسية أدت للتقليل من إشكالية مياه الشرب الصالحة التي كانوا يعانون منها سابقا، إضافة إلى تسيير أنشطة تنموية زراعية بمعدل مسقر للري. من جهته قال السيد إياس هيلي مسؤول وحدة متابعة إدارات الضواحي والمشاريع في المديرية إن بناء الحفير الذي جلب الحل الأساسي أجريت له دراسة دقيقة عبر الخبراء، وشهد مساهمة فعالة من الشعب، مفيدا بأن المشروع المشيد سيحل الإشكالية التي تواجه السكان فيما يتعلق بتلقي خدمات مياه الشرب الصالحة. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي انسحبت الإدارة الأمريكية من اتفاقيتين دوليتين بعدما اشتكت إيران والفلسطينيون في محكمة العدل الدولية من سياسات أمريكية في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف. وندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بمحكمة العدل الدولية واصفا إياها بأنها مسيسة وغير فعالة، واعلن أن واشنطن ستراجع كافة الاتفاقات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل. وقال بولتون إن الولايات المتحدة ستنسحب أيضا من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشيرا إلى ما وصفه بأنه استقلال إيران لمحكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق أهدت المحكمة نصرا لإيران عندما ألزمت الولايات المتحدة بضمان أن لا تؤثر العقوبات الأمريكية المقرر تشديدها الشهر المقبل على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني بإيران. وثمة مخاوف متنامية بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن التزام الإدارة الأمريكية الحالية بالتعددية. ومنذ تولي منصبه قبل ما يقرب من عامين انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران ومن اتفاق عالمي للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو. وهدد الحلفاء العسكريين في حلف شمال الأطلسي بأن الولايات المتحدة ستمضي بمفردها إذا لم ينفقوا أكثر على الدفاع. استمر نشاط بركان جزيرة سولاويزي بإندونيسيا ملقيا كميات ضخمة من السحب الرمادية وصل ارتفاعها إلى 4 كيلومترات في السماء، وذلك بعد أيام من زلزال وتسونامي عنيف ضرب أنحاء الجزيرة خلف عنه 1300 قتيل على الأقل ومئات المصابين. وذكرت وكالة أنباء إنتارا الإندونيسية أن البركان قذف الحمم في الهواء حيث تضررت المنطقة من كارثة طبيعية أخرى. وحاول رئيس المجلس الوطني الإندونيسي لمكافحة الكوارث طمأنة المواطنين في تغريدة على تويتر مؤكدا للناس أن ليس هناك داعي للقلق. ووفقا لبيانات الإرصاد الجوي وعلم المناخ الجيوفيزياء يمكن أن يكون النشاط الزلزالي على شكل حريق أو صوت في حين أن وضع البركان لا يزال يقظا داخل دائرة نصف قطرها 2 كيلو متر من الحفرة. فاز أمريكيان وبريطاني بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2018 لنجاحهم في تسطير قوة التطور لتوليد بروتينات جديدة تستخدم في كل شيء بدءا من المنظفات الصديقة للبيئة وحتى أدوية السرطان. وتشمل ثمار هذه الأبحاث الدواء الأكثر مبيعا في العالم وهو حقن هوميرا للأجسام المضادة التي تبيعها شركة AV لعلاج التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية الأخرى. وفاز بالجائزة الأمريكية فرانسيس أرنولدو من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومواطنها جورج سيمث من جامعة ميزوري وجيرجوري وينتر من مختبر MRS البريطاني للبيولوجيا الجزئية تقديرا لأبحاثهم العلمية الرائدة في مجال الإنزيمات والأجسام المضادة. وستحصل أرنولدو وهي خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل للكيمياء على نصف قيمة الجائزة البالغة $1,000,000 وسيتقاسم سيمس ووينتر النصف الآخر. وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام ألهمتهم قوة التطور واستخدموا المفاهيم نفسها التغيير لتطويل بروتينات تحل مشكلات البشر الكيميائية. قطع بانلوكوم مسافة 1000 ميل بحري أي ما يعادل 1852 كيلومترا في إنجاز ضمن مساعيه الجادة لأن يصبح أول رجل يجتاز المحيط الهادي عوما. وانطلق الفرنسي البالغ من العمر 51 عاما من اليابان في 5 يونيو الماضي وهو يستهدف السباحة لمدة 8 ساعات يوميا في ملحمته لبلوغ سان فرانسيسكو في رحلة تبلغ مسافتها 9100 كيلومتر. وقطع لوكومو حاليا نحو 20% من طريقه عبر أكبر مسطح مائي في العالم. وكان لوكومو الذي قام بالسباحة لمسافة 3229 ميلا بحريا يخطط لقطع مسافة تلك الرحلة خلال أكثر من 6 أشهر بقليل، لكنه اضطر للعودة في أواخر يوليو الماضي بسبب سلسلة من الأعاصير العنيفة التي ضربت المحيط الهادي. وستستفيد أكثر من 27 مؤسسة علمية بعضها طبي والآخر يتعلق بعلوم المحيطات من البيانات التي سيتم جمعها من هذه البعثة. فاصل أخير ونوافيكم بالنبأ الرياضي، كونوا معنا.
تألق النجمان البرازيلي نيمار والأرجنتيني ميسي بشكل لافت الأربعاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فأعاد الأول التوازن قاربا لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بهاتريك في مرمى النجم الأحمر الصربي 6-1، والثاني نغمة الانتصارات لفريقه برشلونة الإسباني بثنائية في مرمى مضيفه توتنهام الإنجليزي. في المباراة الأولى على ملعب بارك دي برانس فرض نيمار نفسه نجما بتسجيل هاتريك، وتناوب الأورجواني اندرسون كافاني والأرجنتيني أنخيل دي ماريا وكيكلان بمبابي على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى. وفي المجموعة ذاتها حقق نابولي فوزا مستحقا على ليفربول بهدف وحيد سجله لورينتسو في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وعلى الملعب الأولمبي في لندن أعاد ميسي برشلونة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاثة الأخيرة محليا، وذلك بمساهمته الكبيرة في فوزه على مضيفه توتنهام 4-2 في المجموعة الثانية. وسجل كل من البرازيلي فيليب والكرواتي إيفان والأرجنتيني لوين أهداف برشلونة، فيما دون هاري كاين والأرجنتيني إريك لاميلا هدفي توتنهام. وفي المجموعة ذاتها واصل إنتر ميلان تألقه وحول تخلفه بهدف إلى فوز ثان تواليا، وبات مرشحا أكثر من أي وقت مضى مع برشلونة للمنافسة على بطاقة التأهل أوروبيا. أيضا حقق كل من أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند فوزه الثاني على التوالي، الأول على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لهدف، والثاني على ضيفه موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة في المجموعة الأولى. في المجموعة الرابعة خطف شالكا فوزا قاليا على مضيفه لوكومتوف موسكو الروسي بهدف نظيف سجله لاعب وسطه الأمريكي وستون ماكيني، فعوض سقوطه في فخ التعادل على أرضه أمام بورتو البرتغالي الذي تقلب على ضيفه قلتاسراي التركي بهدف وحيد سجله المالي موسى ماريغا. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.